قبل المحاكمة بيوم كان واقف معايا، قلت له تمام انت ايه رايك في المحاكمة؟ قال لي والله العظيم الناس دي شكلها مظلومة والناس دي ما عملتش حاجة. قلت له طبعا تمام انت ما تنزلش الصبح عشان شكلها هيبقى في قلق لو الحكم وحش ناقص واحنا مالناش في حاجة وانت روح على طول. قال لي طب انا هجيب لهم العشاء ونروح. اجى الصبح شيماء مراته بتحكي لي بتقول لي بتصل بيها قالت لي يعني اللي هو تامر نزل. لا نزلت لها، قالت لي هو راح قال لي انا هروح اجيب الغدا بالمره واقعد في القهوه اتفرج على الحكم وهروح السوق. هي القهوه اللي هو بيقعد فيها في محمد علي جنب السوق على طول. قعدنا كده شويه بتاع الساعه 10 قام واحد اتصل بيا قال لي تعالى اخوك اتوفى. تامر اخلاق الدنيا فيه، عمره ما دخل الاسم اللي عشان يعمل بطاقه عشان يعمل التجنيد بس. عمره ما راح اسم ولا عمره دخل اسم الا عشان التجنيد بس، ولا لف اي حاجه والناس كلها تحبه. لن اسيب حق ابني ولا خط الكنال يسيب حق ابني. قول لي تامر متزوج عنده ولاد؟ ايوه زمن متزوج. انا والله العظيم الوقت اهو انا منزل الست بتاعته رايحه للدكتور قدامها شهرين وتولد ومعاه ملك حته كتكوته كده صغيره. فلهم رب اسمه الكريم